بسم الله الرحمن الرحيم. احنا عملنا الجبنه والقريش، وعملنا منها الجبنه الموتزاريلا، وعملنا منها المرطه، وعملنا منها الجبنه الكريمي، والقشره اللي طلعت جمعناها وهنعمل منها الزبده. وبعد كده ان شاء الله هنعمل السمنه البلدي. بسم الله الرحمن الرحيم. حابه اتكلم عن نعم ربنا علينا اللي انعمها علينا، وحابه اشكر كل اللي دعمني وكتب لي تعليقات ايجابيه اسعدتني، ربنا يسعدهم زي ما اسعدوني. بسم الله الرحمن الرحيم. احنا بنقعد نرب القشطه. هي القشطه بسم الله ما شاء الله منها عندي بقالها فتره، فهي تعتبر ما فيهاش لبن كتير، ومنها متاخده من وش الجبنه كتير، فهتطلع على طول. تقعدي تدعكي فيها كده، وممكن تحطها في الهاند بلندر بتخف عنك برضو شويه. الآلات الكهربائيه بتسهل لنا الامور دلوقتي عن الاول، كنا بنقعد نرب فيها بتاخد وقت كتير. بس انا هعملها على ايديا علشان اللي ما عندوش محضر طعام او اللي هي بيقولوا عليها كبه يقدر يعملها على ايده. بسم الله ما شاء الله اهي منها بقالها اكتر من اسبوع عندي، فبتجمع على طول اهي، تلاقيها بتخرز معاكي. هنقعد ندعك فيها كده لغايه ما تطلع الخض اللي فيها وتتحول لزبده. بسم الله ما شاء الله اتجمعت اهيت. بسم الله ما شاء الله، ربنا يحسن ما بين ايدينا يا رب، ووفقنا لما يحبه ويرضاه. بسم الله الرحمن الرحيم. طلعت الخضه اهيت بسم الله ما شاء الله، وفصلت اهيت دي الزبده. انا كنت عامله كام قطعه برضو قبل كده، هسيحهم مع بعض ان شاء الله. بسم الله ما شاء الله. هنروح بقى على المطبخ نوريكم السمنه بتتعمل ازاي. بسم الله الرحمن الرحيم. هنبدأ نسيح الزبدة عشان نعمل السمنة. بسم الله الرحمن الرحيم. دول كميتهم حوالي 2 كيلو، اما نشوف هيطلعوا سمنة قد ايه. هنحط شوية ملح برضو صغيرين علشان ما تبقاش المرطة اللي تطلع حادقة شوية. بسم الله ما شاء الله. طبعا هي تاخد وقت على البوتاجاز. بعد ما الزبدة تسيح هنوطي النار. هنحط حوالي معلقة ملح كبيرة، وفي ناس بيحطوا الملح دوت لما تكون عايزه تخزن الزبده، تحط عليها شويه ملح وانت بتدعكيها علشان تقعد فتره اطول. ولو للحلويات مش هتحط ملح خالص. وممكن لما بدل ما تسيحي عندك زبده تسيحيها على بعضها، سيحيها مثلا جزء جزء عشان تبقى السمنه طعمها حلو وصابح لصابح احسن. يعني 2 كيلو زبده كده في 2 كيلو زبده تسيحيهم، ولو عندك زبده عينيها في الفريزر عشان تقدري تحافظي عليها اطول فتره ممكنه. والملح برضو بيحافظ عليها.
المرحله ديت ما بيبقاش فيها تقليب كتير على ما تسيح بعد كده هنوطي النار عليها ونسيبها على نار هاديه ونقلبها كل ربع ساعه كده عشان ما تلزقش. بعد نص ساعه من وهي على النار بتعرفيها ان هي اتعملت ولا لا. بتلاقي متحمصه اهوت المرطه، اتحمصت شويه ولسه برضو فيها شويه رغاوه اهيت على الوش. هنسيبها برضو شويه لغايه ما الرغاوه دي تقل خالص على نار هاديه. هي بقالها على النار دلوقتي اكتر من نص ساعه. السمنه بقت زي الفل اهيت والمرطه بقت ذهبي. فانت ممكن بقى تقفلي عليها كده، ولو في شويه رغاوي اللي فوق دولت هينزلوا تحت، او لو بقوا زي ما هما تبقى تشيليهم. هندفع عليها النار ونغطيها ونسيبها في مكان يعني ساقع لمده يومين برضو علشان تخرج. بنقول عليها اتخمرت يعني، بتبقى تحفه. بعد كده تعبيها في البرطمان، بس احنا هنعبيها بعد ما تبرد شويه علشان نوريكم برضو بعد ما عبيناها. السلام عليكم. احنا عملنا السمنه وقعدناها يومين علشان تتكمر وعشان تخرج برضو. بعد يومين اهي الوش اللي هو على الوش دولت بنشيلهم لانها تعتبر زي مرطه. بنشيلهم كده الاول قبل ما نعبيها. واحنا دولت 2 كيلو زبده هنعايرهم برضو ونعرف هما هيطلعوا قد ايه سمنه عشان نعرف برضو التكلفه. وبعدين السمنه البلدي بسم الله ما شاء الله هي افيد حاجه ليكي. ما تاخدي حته صغيره احسن ما تعملي بسمنه نباتي معلقه ولا 2. دي حته صغيره منها افضل لصحتك وصحه ولادك. بسم الله الرحمن الرحيم. انا هعاير البرطمان ده الاول علشان اعرف قد ايه ميزانه عشان اعرف الكميه اللي هتيجي. الرحيم هنعبي البرطمان. هي برضو مش مخرزه قوي علشان الحله الالومنيا بتخليها مخرزه اكتر من كده، عشان دي حله سلستين التخريزه بتاعتها مش عاليه قوي زي ما كنت بعملها في الحله الالومنيا. بس بسم الله ما شاء الله جميله وزي الفل اهو وريحتها روعه. وان شاء الله هنعمل لكم منها الاكلات اللي احنا هنعملها والمخبوزات. هنعمل مخبوزات ان شاء الله قريب بالسمنه البلدي والشوفان وجنين القمح وبذره الكتان، ونضيف عليها الشيا لان اصلا لازم نغير من حياتنا لحاجات صحيه تفيدنا وتفيد اولادنا ان شاء الله. بسم الله ما شاء الله. اللهم صل على النبي. اللهم صل على النبي. والمرطه برضو اللي هتطلع ممكن تستخدميها برضو في الاكلات اللي انت بتعمليها. زبده بتبقى في شهر 1 وشهر 2 بتبقى احسن انواع الزبده. اللبن بيبقى دسم في الشهور ديت علشان بياكلوا برسيم وسبحان الله يعني خير من عند ربنا. اللبن بسم الله ما شاء الله كله خير وربنا عامل لنا كل حاجه جميله. لازم نحمد ربنا على النعم اللي هو اداها. نحاول نقتصد برضو في المصاريف لان الدنيا غاليه بقدر الامكان. بس نعوض بقى الحاجه المفيده لاولادنا، يعني مش نسترخص ونجيب حاجات تضرهم. نكتر من الخضار. نرجع بقى لاكلاتنا القديمه بتاعت اهلنا، كانوا بيعيشوا باقل القليل وكانوا بياكلونا كل حاجه.
احنا عدينا برطمان اهوت، وفي لسه الحبه اللي باقيين هحطهم في اي حاجه تانية. بسم الله الرحمن الرحيم. طلعنا السمنه ووزناها. بسم الله ما شاء الله، طلعت كيلو ونص ناقصين ب 65 جرام بس. وبسم الله ما شاء الله المرطه هي هنطلعها حاجات بسيطه، عشان هي الزبده بسم الله ما شاء الله نوعيتها نظيفه وحلوه. جايباها انا بصراحه، مش انا اللي عاملاها كلها، جايبه برضو جزء من واحده امينه. بتعامل معاها يعني على طول. حاجتها نظيفه وحاجتها حلوه. بجيب منها اللبن برضو، وبجيب منها القشطه برضو ساعات، وبجيب منها الزبده. النقطه هي زي الفل برضو جميله، وممكن تستعمليها برضو في الاكلات زي ما قلنا قبل كده في الفيديو اللي فات. وممكن تتاكل كده برضو ايه بسم الله ما شاء الله. ادي النتيجه اهيت بعد ما عملناها، كل حاجه زي الفل. وده الخض اللي طالع من الزبده، هحطه على البوتاجاز وهدي النار عليه خالص. هيعمل برضو شويه مرطه حلوين، تستخدميهم برضو زي ما انت عايزه. وكده خلصنا الفيديو، وانتظرونا في الفيديوهات الجايه. لو الفيديو عجبكم اشتركوا في القناه وفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.